قافلة الهدى الدعوية. لله علينا أفضال نحن معشر العصاة. أول فضل الستر، وما منا من أحد إلا ويعلم أن الله ستره. اللهم استر واجعل تحت الستر ما تحب، لطالما سترت على ما تكره. ولأجل هذا سمى نفسه الستير جل جلاله. ليس هذا فقط، بل رتب على من يراك وأنت تعصيه فيستر عليك. قال سأستره يوم القيامة وأنت تعصي. أما أنه لو شاء لم يفضحك في حارتكم ولا في المدينة ولا في الدولة. أما أنه لو شاء وفعل، لو شاء لجعلني وإياك بعد المعاصي اللي سويناها ما نرفع رؤوسنا. هذه فتاة تخرج مع زميلها وصاحبها ثم تعود تضحك، والله جل جلاله يغار من فوق عرشه وينومها ما كأنها سوت شيء ولا أذنبت ولا فعلت أي شيء، وتكلمه بعد تتذاكر الأمور الطلعة ولا كأن الله جل وعلا قد عصي. تطلع مرة ثانية إلى أن حان الحين، والله رب العالمين قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أراد الله جل جلاله الذي قال لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، أراد الله أن ينهي نشاط هذه الفتاة. خرجت معه يوم من الأيام، والله جل جلاله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. خرجت معه وقدر القدر ربي جل جلاله وهو مستو على عرشه ما قدرناه حق قدره. قدر القدر وأمر الأمر فانقلبت القلوب، ثم زنى بها وجاء بأصحابه زنوا بها، ثم جاء بعامل عندهم من العمال وزنى بها، ثم صورها وهي تستنجد، ثم يقول لها أنت أقل عندي من الجزمة، أنت أصلا مستواك أقل من مستوى حذائي جل. سبحان الله. هل رأيتم الله جل جلاله إذا أراد أن يذل أحد كيف يذله؟ هل رأيتم الستير إذا هتك الستر ما فضحها في حارتهم، فضحها في الدنيا